عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا أبن تحلية بنينة 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 على الآخر بالفريز. بزوز طبقات صدقوني روعة. يلا نبداو. أول حاجة باش نغسلوا الفريز بالباهي ومن بعد نحطوه في بانو فيه الماء ونعملوا فيه قطرات خل. تويكا باش نقصوه طريفات صغار ومن بعد ليكا باش نرميو فيه 3 مغارف سكر، كل حد كيفاش يحب الكميه متاع الحليوه. باش نزيدوه 2 ساشيات سكر فاني باش ينكه، وباش نزيدوه 5 ل 6 مغارف ما ورد. فما اللي يحب الزهر، كل حد كيفاش يحب ينكه. كان باش تعملوا بالزهر ما تعملوش السكر فاني، الزهر ديجا يكفي ويوفي في البنه نتاعو. باش نخلطوه بالباهي وباش نحشيوه في الفريجيدير باش يطلق هيك العصاره نتاعو ويزيدوا بنه على بنه. تويكا باش نحضروا الكريم شانتيه. شنو باش نستحقوا؟ عندي 2 ظروف نتاع كريمه شانتيه، عندي هوني 100 مليلتر حليب ومن بعد 56 اخرى، وعندي هوني روح الفانيليا. باش نصب هكا 2 ظروف نتاع الكريم شانتيه. زدت على الاول 100 مليلتر حليب بارد، والظروف لازم يكونوا زيادة باردين، وعملت شوية روح الفانيليا وركزتهم، ومن بعد زدت 50 مليلتر اخرين خاطر القطع عاقدة شوية. ومن بعد ما ركزتهم مليح وانا باش نحشيهم في الفريجيدير تشد روحها. تو باش نطيبوا القاعدة الأولانية اللي هي الكريمة. باش نعملوا مغرفتين سكر يزيو الحليوه يزيدك فيها هكا، ومغرفتين فرينة، مانيش باش نعملها بنشا باش ما تعقدليش برشا. وباش نصب فيها 200 مليلتر حليب، نخلطها بالباهي 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 ونطيبها بالكدا. ومن بعد ما طابت الكريمه شنو باش نعملوا لها وهي مازالت سخونه؟ باش نزيدها مغرفه صغيره زبده، باش نزيدها ساشي سكر فاني نكهها بيه، نخلطهم بالباهي لين تذوب الزبده، ومن بعد نفرخها في بول ونغطيها بساشي اليمونتير باش ما تعمليش هيك القشره من فوق، ونحطها تبرد في الفريجيدير. تاخذ القيد في الفريجيدير، اما انا رميتها في الفريكو ميم با درجين بالحساب، بردت لي. بعد ما بردت الكريمه بالباهي 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 باش نركضها هي الاولانيه باش هكايا تتحل وتولي كريميه. ومن بعد ما ركضتها بالباهي تو باش نزيدها 3 ل 4 مغارف مكومين الكريم شانتيه، باش نزيدهم بالباهي وباش نعود ان نركضها بالكدا بالكدا باش تدخل في وسطها. فرغتها في بول اخر
باش تعطيني الطعم في التركيز. هوني حضرت الصحفات بتاعي الكريمه اللي عملتها بالكريم شانتيه حضرت. باش نوزعها في الصحافي هي الاولى ككوش اوليه، باش نعمل كوش باهيه سمحه ماهيش جويده باهيه، باش نحطها هي اول حاجه. وتو باش نعمل الكوش الثانية اللي هي الفريز. أرى قديش يسيب العصارة متاعو، صدقني ريحته ماهيش عادية. تويكا باش نصبو زيادة، باش نعمل باش نوزعو على الصحافي الكل، كل حد باش يجي كمية باهية. تراويش الكمية هكا صغيرة، أما لا بالحق صحافية هذوما كبار ورفعوا كمية باهية وتشبع زيادة، تقنع بالباهي بالباهي. تو باش نوزع هكايا بالعصير متاعو، مانيش هكا باش نطيشو، باش يزيد نكهة زيادة الكريمة اللوطانية، باش يزيدها نكهة على نكهة. كملنا تو ملكوش الثانية. تو اللي بظلي شوية كريم شانتيه، اللي هذا باش نرميله مغرفة كريم شانتيه. مش بالضرورة يكون بوش هكا وبرا، معناتها عادي. حتى مثلا اللي ما عندوش بوش شنو باش يعمل، يحب هكا يعمل هكا عادي. حسيلو كل حد هكا باش نعمل له مغرفة كيف من هكا من فوق. ومن بعد كي باش نقص كعبة فريز على 4، وكل حد باش نرميله بطرونش من فوق. هاكا كيف ما تراو هكا صحافي من بعد ما ريقلتهم. تويكا باش نرمي لهم هيك لي طرونش نتاع الفريز اللي عملتهم. تزيين سامبل شي ما فيه، بسيطة، اما الحق بنينة 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 على الاخر، وننصحكم تجربوها. او رمضان قرب وشيخ رواحكم. وهذا الشكل النهائي متاع صحفتنا لليوم. ان شاء الله تعجبكم التحلية وتجربوها، ونعرفكم ميكمش باش تندموا.